بدون بيض. هنعمل النهارده مع بعض احلى كوكيز، الطعم بتاعه في منتهى الجمال وخطير زي ما انتوا شايفينه كده. طبعا الشكل بيتكلم عن نفسه، والطعم بتاعه كمان تحفة. ولو اول مرة بقى بتشوفي قناتي انا مطبخ يسر، اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واعملي شير كمان. ويلا نشوف بقى الكوكيز القمر ده عملناه ازاي. اول حاجة هنا معانا نص كوب من السكر البودرة، ومعايا ربع كوباية من الزيت، ونص كوباية من السمنة، ومعايا هنا باكو من الفانيليا. هنا هو انا جبته اللي هو بطعم البرتقال. لو انت مش حابه بطعم البرتقال حطي فانيليا عاديه مفيش مشكله. هنقلب كل المكونات دي كده مع بعض لحد ما هيدينا اللون الفاتح ده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنضيف معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره من الخل. وما تخافيش الخل مش هيعمل له ريحه ولا اي حاجه، ومعلقه كبيره من النشا. وهبتدي اقلب كل المكونات دي كده مع بعض. بعد كده معايا هنا الدقيق، معايا كوباية ونص من الدقيق. هضيف الدقيق بالتدريج والم كده العجينة، وبعد كده هضيف الباقي من الدقيق، وهخلي كده معلقة كبيرة من الدقيق على جنب. ودلوقتي هقول لكم هنعمل بيها ايه. وابتدي كده الم في العجينة، تلمي كده بايديكي، ما تعجنيش فيها، هي لم بس عشان ما ينشفش مننا. بعد كده هاخد بقى كده معلقه الدقيق دي، وهقسم العجينه بتاعتي كده النصين. هنعمل منها نص فاتح، وهنعمل بيها نص تاني الغامق بالكاكاو. هنا بقى بقت معايا كده جاهزه العجينه اللي هي الفاتحه. هناخد بقى النص التاني من العجينه، هنضيف عليها معلقه كبيره من الكاكاو الخام، وهبتدي برضو اقلبها لحد ما كده تبقى ده لونها. كده بقت جاهزه معانا عجينه الكوكيز. هنا بقى في صينيه كده انا حضرتها، والصينيه مش دهنيها اي حاجه. وهنا معانا كده المفروض انت بتحطي شوكليت شيبس، بس انا ما كانش عندي كده كانت شوكولاته، وقطعتها كده قطع صغيره. واخد كده العجينه وهبتدي ان انا المها، وبعد كده هديها ضغطه كده بسيطه. وبعد كده احط عليها كده زي ما انتوا شايفين الشوكولاته، احطها كده من على الوش، وهبتدي ان انا ارصها في الصينيه. اخلص بقى العجينه البيضه كده كلها مره واحده اهي. ده بقى شكلها كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنبتدي بقى نعمل الكوكيز اللي بالشوكولاته. هنبتدي برضو اخدها كده وهكورها بين ايديا، وبعد كده اسويها وهديها ضغطه كده بسيطه، وابتدي ان انا احط الشوكولاته عليها كده من فوق. وكده تبقى جاهزه معانا. وهكرر بقى نفس الحكايه دي لحد ما ايه نخلص كل الكوكيز بتاعنا. بصوا برضو واحده كمان اهي، كوريها كده وبعد كده تسويها وتحطي الشوكولاته عليها من فوق. وده هندخلها بقى في الفرن. طبعا تبقي مسخناها كده قبليها ب10 دقايق على درجة حرارة 180، الرف اللي في النص. بصوا بقى الجمال بتاعه، اخد لون من تحت، بتروحي طافيه من تحت ومشغله عليه الشوايه من فوق. بصوا بقى جمال الكوكيز بتاعنا عامل ازاي، ومن غير بيض عملناه وطلع بالجمال ده، والطعم بتاعه مش قادره اوصفلك على جماله وطعمه في منتهى الجمال. يا رب بقى النهارده يكون الفيديو عجبكم. مع السلامه.